صباح الخير البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير بصحه جيده يا رب. صحايدكم كل عام وانتم بخير، تعيدوا تزيدوا ان شاء الله. مالغري راهي روطار شويه بصح انا قلت لازم نعيدكم. فوالا البنات، بالنسبه البلا تاع النهار اليوم هي عجه تونسيه كما راكم تشوفوا بالمرقاز. راح نجاوبكم البنات في هذا الفيديو. بزاف البنات اللي سقساوني في الانستغرام سورتو قالوا لي على هاكي زوجتي بصح راكي مازال كي في داركم، ودوكا واش هذه الكوزينه الجديده اللي راكي تخدمي فيها وين راكي اكسيتيرا. اللي متبعيني في الانستغرام راهم على بالهم، بصح اللي في اليوتيوب مازال ما على بالهمش. راح نجاوبكم في نهايه الفيديو. نبداو بالفيديو بالطبخه تاعنا. كما راكم تشوفوا تجيبي كميه تاع المرقاز البنات وتحطوها تتقلى. اهم شيء في هذه العجه التونسيه انه باش تجيك بنينه ما تروحش تحطي لاصوص مباشره، تديريها تقليها ومن بعد تهزي هذاك المرقاز تاعك يطلق البنه تاعو، يطلق الذوق تاع القليان في هذيك لاصوص او في هذيك الزيت اللي يطلقوا المرقاز تاعك. راح ديري بصل وفلفل حار وتحطيهم يتقلاو. دونك انت لازم كي تقليها اولا ومن بعد طيبي او تقلي تخدمي لاصوص تاعك. كاين اللي بزاف اللي غلطوا يروحوا يديروا كل شيء بعضو، راح تجي ماهيش بنينه. هذه الوصفه عطاها لي شيف تونسي كليت عنده واحد العجه بزاف بنينه، راني سقسيتو على الوصفه وقال لي لازم كي تقلي المرقاز اولا. وصح كي جربتها بهذه الطريقه جات بزاف بنينه يا البنات، جربوها مش راح تندموا عليها. فوالا هزيت المرقاز تاعي في هذيك لاصوص تاع المرقاز. شوفوا البنات اذا طلق لكم المرقاز تاعكم بزاف تاع الزيت نقصوا منه. انا تاعي هنايا ما طلقنيش بزاف، جاتني سوا. بون حطيت البصله، حطيت الفلفل الحار، اللي يحبش الحار يقدر يحط الحلو. هنايا البنات جبت 4 فصوص تاع الثوم مرحيين، حطيت 2 فصوص وزوج فصوص الاخرين خليتهم لافين باش يعطيني هذيك النكهه الشابه تاع الثوم في الاخر تاع لاصوص او في الاخر تاع المرقه تاعي. تبعوا معايا الوصفه مليح واكيد راح تعجبكم كان تجربوها بالتفصيل. فوالا كي يبدا يدبل لنا مليح هذاك البصل تاعنا ويتشرب هذيك لاصوص، نجيبو لاصوص طوماط. يعني انا عندي تاع البوايط هذه طماطم، نتوما تجيبوا رحيو 2 حبات ولا تاع الطماطم، نحيو لها طبعا الزريعه وحطوها تتقلى لكم مع البصل والفلفل والثوم. فوالا خليوها تقلى مليح. اللي عنده لا طوماط كونسونطري يقدر يزيد نصف ملعقه تاع لا طوماط كونسونطري، اللي يحب يستغنى عليها يقدر. انا ما حطيت هذه جاتني بيان حمراء شابه. مع نحط ابخي لو بابريكا تعطينا لون شباب. فوالا بالنسبه للعجه وتونس اكيد واش يكون الحار. ما كاش عجه في تونس بلا حار. بون هنايا في الجزائر كاين اللي نحبوا الحار كاين اللي ما يحبوش. بون انا حطيت هنا ملعقه صغيره، ما جاتنيش حاره بزاف، جاتني قوش شباب يعني كيما سوا. نتوما تقدروا اللي عنده بروبليم هكا مع الحار ولا ما يحبوش يقدر يستغنى عليه. نخليوها تقلى مليح البنات، تطلق البنه تاعها ونوجدوا التوابل تاعنا. التوابل ضروريين، هادو التوابل لازمكم ديروهم باش تعطيك القش شباب تاعها. فوالا البابريكا والكاري كركم والبوافغ نوار يعني الفلفل الكحل. هادو هما لي زيبيس اللي لازمك تحط. بعد ما تقلات لنا الطماطم هذيك مليح يا البنات نملحو. طبعا شوفوا المرقاز مالح وطلق لاصوص تاعو، دونك الملح ما تحطوش كميه كبيره باش ما تجيكش مالحه بزاف. ابخي تقدري تذوقي وتزيدي عادي. نحطو البابريكا تعطينا لون شباب. انا هنايا درت البابريكا الفلفل الاحمر الحلو لانه ديجا حطيت الهريسه حطيت. تقدري ديري الحار هذيك ترجع لك. فوالا نزيدو نحطو فلفل الكحل وكركم وكاري. الكركم والكاري حطوه هكا شويه برك باش يعطينا النكهه الشابه.
هذا مكان فوالا. نزيدو نخليهم يتقلاو مليح. لهنايا البنات شفتوا هذيك لابواط انا تاع لاصوص طوماط تاعي، زدت شللتها وحطيت هكا واحد نص كاس نتاع الماء لاصوص. دونك ما تكتروش البنات لاصوص، لانه اذا كترتوها تجي ميها وما تجيش بنينه. دونك ما تحتاجش هي اصلا الماء، برك باش يزيدوا يطيبوا لنا مليح هادوك البصله والثوم والتوابل والطماطم. نخليوها هكذا تغلي غلوه مليحه، باش من بعد تختار لنا المرقه هذيك نرجعوا ليها المرقاز. بون المرقاز تاعي البنات جاي كبير شويه، انا نقسمه باش يجيني شباب هكذا في البلا. يجي تقدري تاكليه، ماشي تحطي واحد كبير هكا يجي صعيب باش تاكليه. انا قسمته. طبعا كميه المرقاز تعود لحساب افراد العائله تاعك، وكل ما تكون نوعيه المرقاز اللي تجيبوها مليحه وبنينه قد ما تجي العجه تاعك بنينه. شوفوا كيفاش عقدت لي لاصوص، ما بقاليش بزاف، شويه برك. نرجع هذيك المرقاز تاعي اللي قليته، نرجعوا لاصوص تاعي، زيدي تلقبنا وزيدي تشرب مليح. لهنا حبيباتي في هذه المرحله نجيب الثوم تاعي هذيك اللي خليناها، زوج فصوص الثانيين اللي قلت لكم نخليهم لافين ونحطهم. يعني تعطيك جو سبيسيال. كي تجربيها بهذه الطريقه راح تشوفي الفرق. فوالا حطيت هذوك زوج فصوص التاليين هنا في الاخر. ونوجد كميه البيض تاعي على حساب كيما قلنا تاني، على حساب المرقاز تاعك، على حساب لاصوص، على حساب افراد العائله. اذا كان عائله كبيره ديري لهم كتري شويه البيض، واذا كان عائله صغيره ما تحتاج بزاف، 2 حبات 3 حبات صا ديبو كيما تحبي نتيا. فوالا البنات لهنايا جبت كميه انا حبات تاع البيض تاعي. انا راح ندير هنايا 3 حبات، قلت لكم وانتم ديروا كيما ولا على حساب افراد العائله تاعكم، هكاك تفقسوهم مباشره على العجه تاعكم. ما تخلطوهمش كيما يقولوا، خليهم هكذاك ونغطيو عليهم ونخليهم يطيبوا مليح يجمدوا لنا. وطبعا كل واحد كيما يحب البيض تاعو طايب مليح، واللي كاين اللي يحبها نص الطياب، هذه ترجع لكم. طبعا هكذا نزيد شويه هكا رشات خفاف تاع الملح فوق حبات تاع البيض باش ما يجيوناش صامطين. ايبا فوالا راح يكون هنا الطبق تاعنا جاهز. هنا البنات شوفوا كان طاح الليل زعما راح الحال، دونك ما جاش المنظر، والاضاءه كانت شويه ناقصه ماشي كيما في الديبي. بون خرج بزاف شباب وخرج بزاف بنين. جربوها واكيد راح يعجبكم. حاولت نوزع البيضه تاعي هكذا باش طيب لي بالخف. ابخي البنات كي تطيب ترشوها برشا معدنوس. شوفوا البنات انا ما نحبش بزاف المعدنوس في الطياب تاعي، دونك حطيت حاجه خفيفه برك باش نوريكم ابخي المنظر كيفاش يجي. نتوما تما اللي يحب المعدنوس بزاف يعطيها يحط رشه مليحه. فوالا بالنسبه للكيستيون تاعكم يا البنات، علاش راني زوجت ومازالني 5 شهور ابخي وانا في دار لا فامي تاعي. بون في دارنا كما نقولوا. الاسباب انه انا كنت مرتبطه بالخدمه تاعي، ما قدرتش نطلق الخدمه تاعي ونروح معاه. تاني كنت مرتبطه، تاني هو تاني يسكن بعيد علينا، دونك وتاني باش نروح عنده لازمني نخدم دي بابي وحوايج اخرين. على هذيك ما كنتش معاه في هذيك لو مومون. وقعدت في دارنا، كان يجي ويروح
هذا ما كان. ابخي دوكا رانا مع بعض قبنا رمضان مع بعض والعيد مع بعض. فوالا هذه هي البنات اللي يحبوا يستفسروا ويفهموا علاش. دونك البنات هذه هي طابل البلا تاعنا، كان ما شاء الله بزاف بزاف بنين. كيما قلت لكم ديروا رشه ملح. بون انا رافقت البلا تاعي هذا البنات، انتم تعرفوا لي زالجيريا ما يقدروش ياكلوا بلا لي فريت، انا رافقته. ابخي حطيت قليت بطاطا وحطيت تسمى العجات التونسيه رافقتها بلي فريت وجات ما شاء الله جات بزاف بنينه. في تونس لا، في تونس ياكلوها مباشره هكذايا. فوالا شوفوا ها هو جد. انا حطيت كيما قلت لكم الشط خفيفه تاع معدنوس، ما عجبنيش المعدنوس. نتمنى يعجبكم البلا ومع السلامه.